اخطر عزيمه سحريه بيستخدمها السحره والمشعوذين في سحرهم، العزيمه البرهاتيه. خطوره العزيمه دي بتكمن في انها بتحضر عشائر كامله من الجن في وقت واحد، والعزيمه دي اكتسبت شهره كبيره في مصر بعد ما فئه كبيره من الناس اتاذت منها، وكل ده حصل بسبب فيلم، والفيلم ده اسمه عدل ينتقم. كان للمخرج ياسين اسماعيل ياسين وبطوله عزت العلايلي، بعد ما استعانوا بساحر مصري معروف علشان يضيف المصداقيه والطابع المرعب اللي بيتكلم عنه الفيلم. وكان كل المطلوب منه ان هو يقول اي كلام غريب وكانه بيقول سحر، والناس كده كده هتصدقه، ولكن علشان هو ساحر والشر في دمه وملوش عهد قال العزيمه البرهاتيه اثناء التصوير. وبدا يلاحظ الناس الموجوده في الاستوديو حاجات غريبه بتحصل في المكان، زي ان الاضاءات كلها طفت في وقت واحد للحظات، وكل الموجودين حسوا ان في حد بيلمسهم في ظهرهم وقاعد على كتافهم. ولكن بعد ما الاضاءات كلها رجعت اشتغلت تاني تناسوا الموضوع ده. بس النصيبه الكبيره بقى لما اتعرض الفيلم في السينمات والتلفزيون، لان ناس كتيره قوي كانت حاضره الفيلم ده، وكل اللي شافه تقريبا كده شاف الجن. في وقت العزيمه بالظبط كل اللي كان بيتفرج على الفيلم ده شافوا كيانات عملاقه جدا لونها اسود وماليه المكان، وكانوا حاسين ان في حد مكتفهم ومش مخليهم عارفين يتحركوا. وبعد الشكاوي الكتيره اللي جت من الناس بعد ما طلعوا من الفيلم باعجوبه، سال المخرج ياسين الساحر عن الكلام اللي قاله في الفيلم، فجاوبه ببساطه وقال له دي العزيمه البرهاتيه اخطر انواع السحر. طبعا المخرج استاء جدا ولكن ما بينش ده، خصوصا ان عارف كم الاذى اللي ممكن يحصل له لو عمل مشكله معاه، فاضطر ان يسحب الفيلم من السوق وعدل عليه وشال اخطر حته في العزيمه، ورجع طرح الفيلم ده مره تانية ولكن ما جاش عليه اي مشاكل. اما نهايه الساحر ده كان يستاهلها فعلا، لو حابب احكي لك عليها اتاكد انك عامل لايك وفولو. كان معاكم الحاوي.